السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. الاقتراح ديال اليوم كوكيز بالشوفان والزبيب، كيجي لذيذ بزاف ومقرمش، والاهم انه صحي. غادي يهرنيك من الشريان ديال السقاطات كل صباح، وفي نفس الوقت تكوني كتعطي لوليداتك شي حاجه اللي هي صحيه بعيدا عن المواد الحافظه، بالاضافه الى انه ما كيحتاجش بزاف د المقادير وكيوجد بكل سهوله. اذا ندوزو بسم الله على بركه الله المقادير والطريقه. في المقادير احتاجي 3 ديال البيضات يكونوا بحجم كبير من الأحسن، إلا كانوا داك الحجم الصغير ديروا 4. احتاجي قبصة ديال الملح لتصحيح الذوق، كاس ديال السكر سنيدة، 2 أكياس من السكر المنسم بالفاني ما يعادل 14 غرام، كاس ديال الزيت النباتية أو زيت المائدة، وعندي هنا 225 غرام ديال الزبدة. استعملت انا هاد النوعيه هادي لابريري، ممكن تستعملوا اي نوعيه بغيتو، يعني زبده البواطه اي نوعيه بغيتو، واللي في استطاعتها ممكن تستعمل الزبده من الاصل الحيواني يكون احسن. اذا كنخلط كلشي حتى كنسجم جميع العناصر، ومن بعد هنا ضفت كاس ديال النشا او المايزينا، وغادا نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كنحصل على القوام المطلوب. وهنا ضفت 2 أكياس من خميرة الحلويات، كل كيس الوزن ديالو 8 غرام، في المجموع عندي 16 غرام ديال خميرة الحلويات. إذا كنبدا ندخل الدقيق بشوية بشوية في الخليط، وكنضيفو على دفعات. بالنسبة للدقيق احتاجي تقريبا ما بين 550 حتى 600 غرام على حسب الحجم ديال البيض. إذا كندخل بشوية بشوية حتى كنحصل على عجين اللي يكون متماسك، يكون رطب وما تقصحوش نهائيا. هذا هو القوام ديال العجين اللي خصنا نحصلوا عليه. ومن بعد غادا نزيد نص كاس ديال الزبيب اللي غسلته مزيان وقطعته طريفات صغار، ضروري تقطعوه باش ما يتنفخ لكمش من بعد ملي تدخلوا الكوكيز الفران. احتاجيت كذلك نص كاس ديال الشوفان وكاس ديال الشكلاط. هنا بالنسبه للشكلاط ممكن تستعملوا الشكلاط ديال الخاص بالكوكيز، كيف ما ممكن تستعملوا فقط الشكلاط مربعات كيف درت انا هنايا. خديت الشكلاط مربعات نوعيه غالا، قطعته هكا طريفات صغار ودخلته للمجمد تقريبا ساعة المكانة. ضروري تدخلوه للمجمد باش هكا كيبقى بارد مزيان وكيحافظ على الشكل ديالو. اذا من بعد كناخذ العجين كنشكل منها كويرات تكون الحجم ديالها متوسط، كنبسطها هكا مزيان في الراحه ديال اليد، وغادي نوضعها في اللاطه او الطاوه ديال الفران اللي فرشت لها ورق الطبخ، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنعمر الطاوه ديالي كامله. وفي كل مره كناخذ كويره ديال العجين كنبسطها هكا شويه في الراحه ديال اليد، كنحطها في الطاوه د الفرن ونزيد نضغط عليها واحد شويه. وهنا راه باقي غيتنفخ لاننا استعملنا 2 اكياس من خميره الحلويات، زائد ان هذا الكوكيز كيبغي يجي رقيق. كلما كانوا الحبات رقاق كلما كيجي مقرمش وكتكون النتيجه احسن. وفي هذا الاثناء شعلت الفران يسخن. بالنسبه للناس اللي عندهم فرن غازي يشعلوه على نار مهيله، الناس اللي عندهم فرن كهربائي يشعلوه على درجه حراره 160، النار من الاسفل فقط. وكندخل لي كوكيز ديالي يطيبوا. من بعد ما كيتحمروا من الاسفل وكيبانوا لي بداو كيذهبوا من الجوانب، كنطفي النار اللي في الاسفل وكنشعل من الفوق. نفس الشيء النار تكون مهيله حتى كيتحمر مزيان، ونقلب اللاطه ديالي مره مره باش كنطيح لون موحد في التحمر. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. من بعد ما كيطيب كيجي محمر كي من برا كي من الداخل، كيجي مقرمش، والاهم انه كيجي لذيذ بزاف. فجربوه اكيد ان شاء الله غادي تعتمدوا هذه الوصفه لانها ساهله، زائد ان النتيجه كتكون رائعه، احسن بزاف من لي كوكيز اللي كيتشراو حتى من اكبر الباتيسريات. فجربوه بدون تردد، وفي نفس الوقت عودوا راسكم عفوا انكم تعطيو وليداتكم شي حاجه اللي هي صحيه بعيدا عن المواد الحافظه. خليتكم على خير والى فيديو قادم بحول الله.